السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مدار التاريخ دايما كان في عداوة بين الإنسان والقروش، وده بسبب هجمات أسماك القرش الخطيرة على البشر، واللي في الغالب بتنتهي نهاية مأساوية، إما بموت الضحية أو جروح وعاهات خطيرة بتستمر طول العمر. والسبب التاني الأعمال السينمائية اللي بتصور القروش على إنها وحوش بتاكل الإنسان. النهاردة هنتكلم عن أخطر فصائل القروش وهجماتها على البشر. بس لو أول مرة تشوفنا سبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد. في أكتر من 375 فصيلة من أسماك القرش، إلا إن الخطير منها ما بيعديش 3% من العدد ده. طبقا لكلام كتير من الباحثين والمصورين، يعتبر قرش الطرف الأبيض المحيطي هو أخطر أنواع القروش على البشر على الإطلاق. على الرغم من بعده عن الشواطئ والأماكن الضحلة، إلا إن قرش الطرف الأبيض متهم بقتل كتير من الناس في مياه المحيطات المفتوحة. بيمتاز النوع ده من القروش بزعانف طويلة أطرافها بيضاء، وحركته بتكون بطيئة نوعا ما. النوع ده انتهازي لدرجة كبيرة وعدواني تجاه البشر بشكل مرعب. في فترة الحروب ذكر كتير من المؤرخين إن قرش الطرف الأبيض كان أخطر على الجنود من المدافع والبنادق، وكانت معارك السفن والطائرات اللي بتحصل في المحيط كلها بتصب في مصلحة قرش الطرف الأبيض المحيطي. ممكن يوصل طوله لحد 2 متر، ووزنه ممكن يوصل لحد 550 كيلو جرام. على حسب كلام كتير من العلماء والباحثين، القرش الأبيض الكبير يعتبر هو أخطر فصائل القروش على الإطلاق. طوله بيوصل لحد 6 أمتار، ووزنه بيقدر ب2200 كيلو جرام، ويعتبر أكبر المفترسات البحرية من الأسماك. حسب الإحصائيات تم تسجيل 480 هجوم للقروش البيضاء على البشر، منهم 65 حالة وفاة، ومنهم 260 هجوم غير مبرر على الإطلاق وبدون أي استفزاز من الضحايا. مشكلة القرش الأبيض مع الإنسان إنه فضولي جدا وعنده هواية التذوق. مع فك بيتكون من 300 سن وقوة عض رهيبة، بيقدر القرش الأبيض على تمزيق من 9 إلى 14 كيلو جرام من اللحم في ثواني معدودة. بيفضل القرش الأبيض التغذي على الفرائس الغنية بالدهون زي الفقمات وأسود البحر والحيتان النافقة، وبيقدر على اصطياد القروش اللي زيه وقتل أضخم الحيتان. في صيف عام 2015 على شاطئ كارولاينا بالولايات المتحدة الأمريكية تم تسجيل 11 هجوم لأسماك قروش بيضاء على السياح، وانتهت الهجمات إما بجروح عميقة أو فقد أحد أطراف الجسم، ولحسن الحظ ما تسجلش أي حالات وفاة. القرش الأبيض فعلا وحش مرعب لكل الناس. قرش الطرف الأسود واحد من أخطر القروش على البشر. النوع ده مسؤول عن 16% من إجمالي هجمات القروش على البشر كل عام. أكتر الهجمات دي بتكون في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن النوع ده بيتواجد في المنطقة بكثرة. طبقا للملف الدولي لهجمات أسماك القرش، من عام 2008 لحد دلوقتي تم تسجيل 44 هجوم من أسماك الطرف الأسود على البشر. قرش الطرف الأسود أو الزعانف السوداء زي ما هو باين من اسمه، بتكون ليه زعانف أطرافها سوداء، وبيوصل طوله لحد 1.70 سنتي، ووزنه من 25 ل 100 كيلو جرام. بينتشر النوع ده من القروش في المياه الاستوائية وغير الاستوائية حول العالم. بيفضل دايما التواجد على سطح المياه، وده سبب تعرض البشر لكتير من هجمات الطرف الأسود. وفي الصيف الحالي من عام 2023 تم التبليغ عن 16 هجوم لسمك القرش في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها 9 في فلوريدا فقط، وكان سببهم قرش الطرف الأسود، ولكن لحسن الحظ مفيش أي حالات وفاة اتسجلت. قرش النمر الرملي من أخطر فصائل القروش اللي ممكن تشوفها. في حالة استفزازه بيكون وحش قاتل بمعنى الكلمة. تم تسجيل 80 هجوم لقرش النمر الرملي على البشر. طول النوع ده ممكن يوصل لحد 3 أمتار، ووزنه من 100 إلى 160 كيلو جرام.
ومع فك مليء بالأسنان الحادة البارزة من كل اتجاه، واللي تحس إنه خارج من فيلم رعب. بيتواجد في المناطق الدافئة والمعتدلة في معظم أنحاء العالم، وده سبب مواجهته الكتير مع البشر. والسبب التاني لتواجد النوع ده في الأماكن الضحلة بعمق 2 متر لحد 190 متر. قرش النمر أو ببر البحر واحد من أخطر الفصائل والغني عن التعريف. حميته الغذائية بتكون متنوعة لحد كبير، وبيتغذى على السلاحف وأفاعي البحر السامة والتماسيح وحتى القروش اللي زيه. ومن الغريب عنه إنه بيحب يبلع أي حاجة بيلاقيها قدامه، علشان كده يعتبر خطير جدا على البشر. تم تسجيل 160 هجوم لقرش النمر على البشر، وكان منهم 28 هجوم مميت، وآخرهم كان الحادث الشهير بشواطئ الغردقة في مصر، وكانت الحوادث كلها بدون أي استفزاز من الضحايا. قرش رأس المطرقة في منها 11 نوع تم اكتشافه لحد النهاردة. النوع ده من أغرب سلالات أسماك القرش اللي ممكن تشوفها، وده بسبب شكل الرأس العجيب اللي على شكل مطرقة وبعينين متباعدين. بيكون للنوع ده من القروش رؤية خاصة على نطاق واسع. مش بس كده، قرش رأس المطرقة بيقدر يشوف اللي تحته واللي فوقيه في وقت واحد، وبسبب رأسه المجنح بيقدر على استقبال أقل الذبذبات الكهربائية الصادرة عن الفرائس. أخطر نوع من أنواع القروش دي رأس المطرقة العظيم، ممكن يوصل طوله لحد 6 أمتار، ووزنه بيوصل لحد 1250 كيلو. بيفضل التغذي على أسماك الري اللاسعة والإخطبوط والحبار وحتى القروش اللي أصغر منه. بيعيش النوع ده في المياه الاستوائية في جميع أنحاء العالم. بيشكل خطورة كبيرة على الغواصين والسباحين، وده بيرجع لحجمه. وتم تسجيل هجمات من قروش رأس المطرقة على غواصين كتير، بس ما كانتش قاتلة وانتهت بجروح عميقة. انت ايه رأيك؟ هل بتشوف ان اسماك القرش وحوش قاتلة فعلا، ولا كائنات بتحاول تتعايش مع بيئتها الطبيعية؟ اكتب لنا رأيك في الموضوع، وما تنساش السبسكرايب واللايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.